السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح التفاؤل ويا صباح الامل والنشاط والورد والياسمين على قد في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل حبايبنا، شرفتونا ونورتونا على راسي من فوق. النهارده ان شاء الله كده روتين جديد ان شاء الله يعجبكم. ده روتين بقى كده من بعد الفطار. طبعا بقى الدربكه بقى بتاع المواعين بقى دي، وهنعمل مع بعضنا كده ايه السحور ونروق كده المطبخ. ودلوقتي بقى هنحكي بقى قصه جميله كده تمام. واحنا كده بنروق كده ونعمل احسن ايه من رغي ام يوسف ده. نحكي قصه كده كلها مفيده كلها عبر. يلا حبايبي كده نسمي الله ونحكي قصتنا. قصتنا بتحكي عن منة إنسانة جميلة جدا، وهي مشكلتها مع حماتها وأخوات جوزها مش مشكلتها إن هما وحشين، لأ بالعكس هما كويسين جدا. فهي مش عاوزة تزعلهم، وفي نفس الوقت هي عاوزة تعيش مرتاحة. فأقول لكم عن مشكلتها وقولوا لي تعمل إيه يا حبيب قلبي. القصة بتحكي وهما رايحين. هي قاعدة وهي خطيبها اللي بيقول لها ساعة الخطوبة: بصي يا منة، أنا أمي مش هتنفع نقعد لوحدنا، يعني احنا لازم نقعد مع امي وكده انت عارفه ان اخواتي كلهم متجوزين وكده. قالت له انا موافقه. انا موافقه طبعا، انت عارف ان امك دي غاليه عليا قوي زي امي بالظبط، طيبه وكويسه معايا جدا. فقال لها ده انت فرحتيني بكلامك ده. وفي يوم الله ما بيجيبوا الشبكه، جاب لها شبكه كويسه جدا. فرحت حماتها قالت للسايه: قالت يا ابني نقيني كده 3 غشات تقال حلوين كده. وراحت ندبت على منة وهي مبسوطة: خدي يا منة، مبروك عليك يا حبيبتي. هي بصت لها منك مستغربة، قالت لي أم قال لي جايبة ده كل ده. قالت لها أيوة. راحت أم منة قالت لها أيوة فعلا، إيه اللي جايبة ده كل ده يا حاج؟ هاتها طب حاجة بسيطة، خاتم كده ولا حاجة بسيطة. قالت لا، ده منة دي بنت حبيبتي تستاهل كل خير. ويوم الفرح اخوات جوزها كلهم جو وقفوا معاها، وكل شوية وكانوا مبسوطين وفرحانين كأنهم اخواتي فعلا مش اخوات جوزي. وكل شوية كنت أقول لهم روحوا انت عشان تجهزوا نفسكم وتلحقوا. قالوا لا، احنا مش هنمشي من هنا إلا لما نجهزك كأحلى عروس. كانوا هما ناس كويسين جدا. واتجوزت وقعدت مع حماتها، وهي الشقة عبارة عن أوضتين، أوضة بتاع حماتها أوضة بتاعتهم. وكانت حماتها ما تتحشرلهاش في أي حاجة ولا تقول لها اعملي ولا سوي. وهي كانت كويسة جدا مع حماتها وشاطرة وشافة كل مصالحها. وجت في يوم تقول لها عاوز يا أمي أعمل لك أكل إيه، نفسك في إيه؟ قالت لها يا بنتي نجيب أي أكل من بره وخلاص، ما تتعبيش نفسك يا بنتي. قالت لها لا ازاي يا ام ما اعملش ليه؟ قالت لها انت عروسه. قالت لها عروسه ايه يا ام، ده انا متجوزه ليا شهرين، بس امري بس اعمل لك ايه؟ قالت لها اي حاجه انت تعمليها على ذوقك، كل حاجه بتعمليها حلوه. راحت عملت لها سفره جميله جدا، سفره كبيره بقى واشكال والوان. كانت مبسوطه قوي من الاكل. قالت تسلم ايدك كمان يا منى، اكلك حلو قوي زي الفل. قالت لها كمان لما يجوا البنات يوم الجمعه اعمل لهم سفره اكبر واحسن كمان. قالت لها ولا انا قعدت الهم اليوم اللي يجوا فيه. قالت لها بس يا ام بتقولي كده، انت عارفه عياله مش رايق قوي وانا خايفه يكسروا لك الحاجه وحاجتك لسه جديده، انت لسه عروس. بصي يا بنتي حاجتك حطيها في اوضتك عشان هي الاولاد وكده. هتلاقي امي بتقول لي كده. حتى انت مش كلامي بس، انا بناتي برضك قالوا لي كده. و... وكمان هما بيستأذنوا ان هما يجوا كده. قالت لي بيستأذنوا ازاي، ده بيتهم. قالت لي خلاص يا بنتي دي مش بيتي، بيستأذنون ازاي، ده بيتهم. قالت لها يا بنتي انت خلاص ده بيتك، ما يقولوش ازاي. في يوم العزومة جو استقبلتهم أحسن استقبال. هما كانوا متعودين يجوا كل جمعة عشان أمهم. وراحت عشان تعمل لهم الأكل. قالت أنا راح أعمل لكم الأكل. فأخوات جوزها قال أنا هنعمل معاكم. قالت لهم لأ، أنا الدار أعمل لوحدي والمرة الجاية بتعملوا معايا. عملت لهم الأكل واتبسطوا أوي من السفرة. وجه واحدة قالت أنا هلم السفرة وهتعك المواعين وأروق المطبخ، واحدة قالت أنا هروق الشقة. بقى كان العيال بكلوا وبهدلوه وكده. قالت لهم لأ ما تعملوش حاجة، أنا هعمل كل حاجة. قالوا لا انت كفايه، انت واقفه من الصبح وعملتي الاكل. حتى حماتها قالت لها لا انت تعبتي يا منى وعملتي الاكل كتر خيرك وما تكملوا. كانت مش راضيه، راحت ندمت على ابنها. قالت شوف مراتك بقى تعبانه من الصبح مش عايزه تقعد، خلاهم هما البنات بقى يكملوا. قالت لها خلاص يا منى سيبهم هما يعملوا، ولو احتاجوك في حاجه يقولوا لك. قالت لهم طب خلاص. وفي يوم حصلت مشكله ومرات واخت جوزها الكبيره اتطلقت، وكانت معاها 3 اولاد. قعدت معاها بس ابنها جوزها كان مش عارف يعمل ايه. جوز منى كان قاعد مع منى متكلمة، قالها أنا مش عارفة أعمل إيه. طب إخوات قالت له الأولاد وأختي مش عارفة يقعدوا فين دلوقتي، واللي أجرت لها شقة بره، الظروف أنت عارفة ظروفي ما تسمحش إن أجر لها بره. قالت ما دلوقتي هتعملي إيه؟ قال ما فيش بقى إلا تقعد مع أمي، هي الأوضة أنت عارفة فيها جوز سراير، تقعد معاهم بقى وخلاص. قعدوا معاهم.
بس طبعا الأولاد كان شقاي. في يوم كانوا الصبح كانت داخلة تعملهم الفطار أمهم، ابنها داخل معاها. النيش كانت طقم النيش كانت طقم الصيني كانت غسلاه وسايباه ينشف وكده اصطفى. راحت بالترابيزة، راح وقع الترابيزة كلها، طقم الصيني كله اتكسر بتاعها بتاع فرحها. دخلت على الخبط، هي طبعا اتضايقت بس ما بينتش ان هي بتضايق عشان هما كويسين معاها، ما شافتش منهم حاجة وحشة، ما بينتش ان هي بتضايق. راحت حماتها سبعة الخبط، قالت في ايه يا منى؟ حصل كذا كذا. قالت لها ما تزعليش يا منى، انا اسفه يا بنتي والله، مش عارفه اقول لك ايه، انا هجيب لك غير. قالت لها ما تقوليش حاجه. بتقول لي يا امي ده بيتهم وانا مش زعلانه. وفي يوم امها جات، ما عرفتش تقعد، جت تقعد في الصاله، طبعا ما عرفتش تقعد من زوجة العيال. قالت لها طب تعالي رايح في اوضتي يا امي. جت تنام، راحت اخت جوزها راحت جابت بنتها الصغيره، قالت لها نايمه معاكي في الاوضه عندك، عشان انت في الاوضه بتاعتك التكييف بتاعك شغال، والاوضه بتاع امي التكييف بتاعها مش شغال. طبعا امها ما عرفتش تنام، راحت طلعت بره، قالت لها انا اسفه يا امي. قالت لها انا كده كده مش هنام، انا خلاص طهلت، هطلع اقعد في الصاله بره. طلعت في الصاله بره بقى، طبعا ما استحملش الزيطه، قالت لها هروح. تروح ازاي يا امي؟ مش انت قلتي هتقعد معانا لحد الغدا؟ قالت لها معلش انا هروح ورايا حاجه اعملها. طبعا هي مشيت بقى هي، وكانتش امها بتروحلهاش وكده، طبعا من زيطه الاولاد وكده. وهي كمان ما بقتش مرتاحه، حتى الاوضه بتاعتها مش واخده راحتها. اخت جوزها تقول لها خدي نايمه معايا، نايم الاولاد معاكي، مش عارفه ايه. وكمان تاخد اللبس بتاعها، ما ترجحوش بقى لما يكون مقطع بقى ومبقع وقديم. فهي والحاجات الاولاد بيكسروها، فهي مش بتهنيها بحاجتها ولا باوضتها، مش واخده راحتها. فكرت، قالت لابوها انا هبيع الذهب، دهب الشبكه بتاعتي وناخد شقه وكده. قال لها لا، مش كفايه جوزك ما جابش شقه وكمان هتبيع الذهب بتاعك؟ قالت لها ده حقك ما تبيعهمش. وكمان ما رضتش تقول له، مش عاوزه تقول له جوزها عشان عارفه ظروفه صعبه. فهي الصراحة مش عارفة هتعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عاوزة تمشي عشان حماتها كويسة، واخوات جوزها كمان كويسين معاها. فهي الصراحة مش عارفة تعمل ايه، محتارة، تسيبهم ولا تقعد معاهم، مش عارفة الصراحة تعمل ايه. فقولي رأيكم ايه يا حبيب قلبي، ومستنية رأيكم دلوقتي كده يا حبايبي. كده انا روقت بقى الدنيا دي بقى هعمل بقى السحور. شفت كده عملت بيضة كده مع حتة مع الزبدة. ودي بقى القرص البيض، كنت حاطط لها بيضة، وقعدت كده قرص بيض. واعمل فول بقى حطيت له كده حبه زيت، واحط له حبه الكمون، و- واحط لهم ايه طحينه. ودي الجبنه بقى حطيتها مع البيضه كده دوكا مع البيضه كده وحطيت حبه المخلل وشويه السلطه. قلبت كده الطحينه. طبعا الفول ده انا عاملاه في البيت، طبعا انضف وارخص بكتير من بره. بره ولا اديك في الطاقه ولا 15 جنيه. اتمنى القصه تكون عجبتكم، واتمنى لكم محدش نسي اللايك، واتمنى ايه تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله باذن الله نحكي قصص حلوه كلها عبر وحكم. وقصتنا النهارده بتحكي طبعا عن